النادي الاهلي يخاطب وزير الداخليه. ايه؟ النادي الاهلي يخاطب، سمعت يخاطب مين؟ سمعت النادي الاهلي يخاطب مين؟ سمعت النادي الاهلي يخاطب مين؟ ايه يا اهلي؟ ايه يا اهلي اسم الله عليك كده، النبي حارسك وساينك اهدى شو. في ايه يا اهلي؟ كنت كويس؟ في ايه؟ بتخاطبوا ليه يا اهلي؟ قال لك النادي الاهلي يخاطب وزير الداخليه علشان يوافق على السعه الكامله لاستاد القاهره لاحتضان مباراه الاهلي والهلال السوداني. الاهلي مكلم وزير الداخليه عشان السعه الكامله للاستاد بتاعت مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني، علشان زي ما انت عارف النادي الاهلي محتاج يكسب المباراه دي بفرق هدفين علشان يتاهل الى الدور بعد دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. الكارثه بقى مش هنا عزيزي المشاهد. الخبر اللي انا جاي اقوله لك وانا فرحان من كل قلبي، الخبر اللي انا جاي اقوله لحضرتك وانا يعني حرفيا سعيد سعاده ما في بعدها سعاده. تقول لي ليه بقى ولا انت كده ايه؟ انت كده بتثبت وبالدليل ان انت اهلاوي. اقول لك لا، مش شرط ابقى اهلاوي عشان افرح بخبر زي ده، ولكن فكره ان يتم الموافقه لحضور 50,000 مشجع اهلاوي في استاد القاهره في مباراه النادي الاهلي والهلال في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، لا نقف هنا بقى. ده معناه ان اللي جاي كويس، ده معناه ان اللي جاي حلو، ده معناه ان اللي جاي فيه احتماليه كبيره جدا ان يتم عوده الجماهير بصوره كبيره وصوره اوسع ونطاق اكبر، وخير دليل التجربه اللي هتحصل بحضور 50,000 مشجع. نتمنى مشجعين النادي الاهلي وكل مشجعين الكره المصريه في اي حدث زي ده يلتزموا الهدوء، يلتزموا الاحترام. وكلنا عارفين ان جماهير النادي الاهلي جماهير محترمه وبهوات وبشوات في نفسهم، فيعني ما تتوقعش منهم حاجه سيئه. جماهير النادي الاهلي جماهير محترمه، ونتمنى عدم حدوث اي شغب نهائي. المهم ده موضوع من مواضيع حلقتنا النهارده، وتقريبا احنا اتكلمنا عليه، مش هنرغي فيه تاني يعني، او مش هنقول فيه كلام كتير اكتر من اللي قلناه. المهم تاني حاجه هنتكلم عنها هي خالد الغندور. خالد الغندور امبارح لقيناه يعني فجأة بيتكلم عن كهربا والهاتريك اللي جابه كهربا في القطن، وبيتكلم عن مشكلة كهربا اللي يعني انتهت من مليار سنة، ناقص بس يدفعوا الغرامة عشان نخلص. ماشي، هنتكلم في الموضوع ده. تصريحات نادي الهلال وبيان نادي الهلال السوداني. نادي الهلال السوداني عمل بيان بيقول فيه انه خايف من احداث الشغب لما يجي مصر، وخايف ان الجماهير تعمل له وان الجماهير تتربص له. وده من امتى حد بيجي مصر وبيحصل فيه كده يعني؟ لا 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 لا، اهل السودان فوق راسي وافريقيا كلها فوق راسي، بس من امتى اي حد جه مصر وتم اهانته؟ من امتى اي حد جه مصر وتم ضربه؟ ولا مثلا خلينا افكرك بمباراه سان داونز، اخر مباراه لموسيماني لعبها مع سان داونز يعني، او لما كان بيدرب النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ جماهير النادي الاهلي اتضربت واتشتمت وما عرفتش تطلع من الاستاد صح؟ هل احنا كجماهير نادي الاهلي او كجماهير نادي الزمالك او كجماهير مصريه، عشان كده بقول لحضرتك احنا عمرنا عملنا مع حد كده؟ عمر السلوك ده حصل مننا لحد؟ ما حصلش. المهم يا سيدي، عشان ما اطولش على حضرتك، خليني اقول لحضرتك ان هنتكلم كمان في بديل فريرة. بديل فريرة، ما فريرة خلاص كده صباح الفل ومش هيتنازل عن يورو واحد في العقد بتاعه. لو فكها الجنيهات مش هيتنازل عن جنيه واحد في العقد بتاعه. المهم خليني اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو اللطيف الكارثي ده. يا فندم هو كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، يعني اتمنى نوصله ل 4000 لايك، بلاش 5000 عشان يعني انتوا شايفينها كتير، مع ان انا شايف ان مفيش حاجه كتير عليكم والله. طب ايه رايك كل واحد بيتفرج على الفيديو دلوقتي حالا كده في اللحظه اللي انت سامعني فيها دي تنزل تعمل لايك، نشوف كده هيوصل لكام لايك، نشوف. المهم نرجع لمرجوعنا تاني. عزيزي المشاهد،
70% من اللي بيتفرج على فيديوهاتي مش مشترك في القناه. طب يعني وانا ريحتي وحشه يا ابني؟ يعني ده انا بحبك، يعني حبني زي ما بحبك. المهم دي حاجه ترجع لحضرتك، تشترك او ما تشتركش دي حريه يعني حريه شخصيه، انا مش هجبر حضرتك على حاجه زي كده، ولكن اتمنى ان حضرتك تشترك. ولو عاوز اول ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار، لان في ناس بتقول ان الفيديوهات ما بتوصل لهمش، فعل زرار الجرس وهيوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اتمنى ان احنا نوصل لنص مليون مشترك لاقرب وقت، فاتمنى ان حضرتك تشترك في القناه. نرجع لكلامنا تاني. خلينا نبتدي بخناقه خالد الغندور. هو خناقه كده عملها مع نفسه، ووقف اتخانق مع نفسه على الهوا والكلام ده. المهم بعد الخبر اللي نزل، او بعد، هقول لحضرتك على حاجه، خلينا نتكلم بحاجه تانية. بعد مباراة سان داونز والهلال اللي انتهت بنتيجة 1-1 او تعادلوا الهلال وسان داونز، علشان يبقى في فرصة للنادي الاهلي ان هو يصعد، نجد ان كهربا نزل تويته وكتب فيها ان ربنا كبير وان الحمد لله وكده يعني. يجي الكابتن خالد الغندور ويتكلم عن هاتريك كهربا امام القطن الكاميروني، ويقول لك ان كهربا يعني الناس بعد ما جاب الهاتريك الناس قعدوا يقولوا حسب الله ونعم الوكيل في اللي ظالم كهربا، وحسب الله ونعم الوكيل في مش عارف ايه، وحسب الله ونعم الوكيل وكل الكلام ده. تمام. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. الكابتن خالد الغندور قعد يتريق على كهربا، وقعد يتريق على جماهير النادي الاهلي، وقعد يتريق على كل واحد مساند لكهربا، وقعد يقول لك طب ما تدفعوا الغرام، ما انتوا شايفينها كده، ما تدفعوا الغرام، ويزعق واحنا ظالمين الكهرباء واحنا مش عارف ايه، مع ان كهرباء ما جاش يمته. وقال لك كهرباء منزل حسب الله ونعم الوكيل، ومش كهرباء لا منزل حسب الله ونعم الوكيل ولا حاجه. كهرباء كان منزل ربنا كبير علشان تعادل سان داونز والهلال، عشان بقى في فرصه للنادي الاهلي، وطلع اتكلم عن الموضوع ده تاني. المهم عزيزي المشاهد، نجد ان الكابتن خالد الغندور لما بيلاقيش مشاكل يفتعلها بيجيب مشاكل قديمه يفتعلها ويديها وعك ولاس كله كويس. فنتمنى من قناه نادي الزمالك، بما ان الاستاذ مرتضى مش موجود، يعني نضفوا الدنيا بقى، هاتوا غربال كده وحطوا فيه نادي الزمالك وغربله، والتراب اللي يقع خلاص سيبوه يقع، سيبوه يمشي، ونبقى كويسين من غير تراب. المهم تاني حاجة عايزين نتكلم عنها تصريحات نادي الهلال. قال لك احنا خايفين نيجي مصر ومش خايفين نيجي مصر، والهبل اللي انا قلته لحضرتك من شوية ده. من امتى مصر كانت دولة معادية لحد؟ عمرها ما حصل. من امتى شعب مصر كان شعب عنفواني؟ عمره ما حصل. من امتى شعب مصر كان شعب مش كريم ومضياف واخلاقي؟ على طول شعب مصر فيها هذه الصفات، وعمرنا ما جه اي ضيف لمصر واتعامل بطريقة وحشة، عمرها ما حصلت. ففكرة التصريحات اللي قالها نادي الهلال بعد الخبر بتاع 50,000 مشجع للنادي الاهلي، يعني ده بيدل على ارتباكه بسبب سماعه لهذا الخبر. وبلاش اي هجص واي كلام، وجماهير النادي الاهلي جماهير محترمة، لا بتضرب حد في الهلال في السودان ما بتضربش حد، ولا بتتخانق مع حد، ولا بتغرق اوضة اللبس بتاعت حد، ما بتعملش الكلام ده. فيعني شيلوا المواضيع دي من دماغكم، وكنتوا تعملوا حساب اليوم اللي انتوا هتيجوا فيه هنا. يعني كنتوا تعملوا حساب اليوم اللي انتوا هتيجوا فيه هنا، ولا انتوا كنتوا مفكرين هيبقى ماتش تحصيل حاصل؟ لا لا لا، اتقل على اللي جاي، اتقل على اللي جاي. المهم اخر حاجه عايزين نتكلم عنها هو بديل فيريرا في نادي الزمالك، لان فيريرا خلاص يعني زي ما حضرتك عارف كده مشي. فيريرا لن يتنازل عن جنيه واحد من فلوسه. فيريرا لن يتنازل عن جنيه واحد من فلوس تاني، فهياخد شرط جزاء كامل، مع ان احنا مش عارف هنجيبه منين، ولكن مش قصتنا. المهم بديل فيريرا مين بقى؟ قال لك بديل فيريرا احمد حسام ميدو. لا احنا بقى ما نعمل برنامج في رمضان مقالب ولا نبقى نجيب ميدو، انما يدرب ميدو لا. في فيديو هنتكلم فيه عن حوار ليه ما ينفعش ميدو يكون بديل لفريرا، او ما ينفعش يكون موجود بيدرب نادي الزمالك على الاقل دلوقتي، مع العلم ان انا بحب ميدو جدا. المهم عزيزي المشاهد، لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه تتفرج لحد دلوقتي يا ريت تزور في لايك، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.